عودة مرة أخرى من خلال برنامجنا صباح القاهرة، نستكمل معاكم فقراتنا اليوم من خلال البرنامج ورؤية تحليلية لأهم قضايا الأسبوع مع الكاتب الصحفي الكبير محمد يوسف العزيزي اللي بيشرفنا النهاردة في الاستوديو. أهلا بسيادتك معانا، منورنا وسعداء بوجودك معانا. وطبعا يمكن لما بنتكلم النهارده عن اهم قضايا الاسبوع بنقول ان القضيه الفلسطينيه وما يحدث على ارض فلسطين هو اهم ما يعني يؤرق كل المصريين. صباح الخير عليك وعلى كل المشاهدين. طبعا بالتاكيد الاسبوع ده من يوم 7 اكتوبر والمنطقه العربيه كلها في حاله توتر وفي حالة قلق وفي ظروف غير عادية. والحقيقة أنا بس عايز أرجع يعني شوية لورا بالنسبة لفكرة القضية الفلسطينية وفكرة ليه إسرائيل أو الكيان الصهيوني، زي ما أنا ما بحبش أقول عليهم إسرائيل على فكرة، بقول عليهم الكيان الصهيوني، وعلى فكرة الكلمة دي بتزعلهم قوي. قالتها جولدا مائير زمان للرئيس السادات، محدش يقول عننا الكيان، إنما هو كيان صهيوني غاصب ومحتل. رضينا أو مرضناش قبل حد تاني إنه يطلق عليها دولة، دي مشكلته. إنما أنا بحب أسميها كده. الحقيقة هي المسألة بالنسبة للكيان الصهيوني ده، لأنه كيان مغتصب الأرض من سنين وهو عارف ومتأكد إنها مش بتاعته، فهو بيعيش في حالة خوف دائما من المحيط اللي حواليه، ومدرك تماما إن مفيش حد حواليه بيحبه ولا قابل وجوده ولا يقدر يتعايش معاه. حتى لو في سلام بيبقى سلام مصطنع. ليه؟ الكيان الصهيوني من ساعة ما نشأ لحد دلوقتي لم يحدد له حدود قائمة واضحة وصريحة، فاتح حدوده لأي توسع هو عايز، لأن حلمه كبير في المنطقة. ده حقيقي. وزراعته في المنطقة أساسا زراعة من الصهيونية العالمية، سواء من بريطانيا أو من أمريكا أو من الغرب، باعتبار ان المنطقة ديت هي قلب العالم، زي ما احنا بنقول، زي ما بيقول علم الجغرافيا السياسية، اللي يملك قلب العالم بيملك العالم كله. وبالتالي هم عارفين ان هم باستمرار مكروهين، وباستمرار وجودهم في المنطقة مش محبوب ومش مرغوب. طيب حد هيقول لي طب ما احنا عملنا سلام مع اسرائيل. احنا عملنا سلام مع اسرائيل عشان نسترد الارض، يعني كان سلام القوة مقابل الأرض بتاعتنا اللي اتاخدت مننا. وما كانش في أي وقت كان طبعا هذا السلام بعد انتصار أكتوبر المجيد. ما أنا هرجع لحضرتك بقى. هو إسرائيل من ساعة ما توجدت على فكرة تصدير صورة ذهنية وهمية لكل اللي حواليها إنها دولة قوية. بالظبط. وقعدت تقول الجيش الذي لا يقهر وكل الكلام اللي احنا كنا بنسمعه من أيام 67 ومن بعد 67 إلى 73 لما انكسرت هذه الهيبة بتاعت الكيان الجيش اليهودي ده أو الصهيوني. قرروا إن هم يحاولوا يعيدوها بأي شكل من الأشكال، يعني يستردوا هذه السمعة اللي الجيش المصري والقوات المصرية أهدرتها وحطتها على الأرض. وبالتالي في ذهنهم تماما فكرة إن أنا عشان أعيش وأبقى كويس لازم أعيش فيما يسمى دول الطوق النظيف. ايه دول الطوق النظيف دي؟ يعني انا ابقى قاعد، انا القوة الوحيدة في المنطقة، وكل القوى اللي حواليا والدول اللي حواليا منزوعة القوة او السلاح. ولذلك لما احنا نرجع بقى ل 2011 ونرجع لفكرة ثورات الربيع اللي سموها العربي وانا بقى اسميها ثورات الربيع العبري بامتياز، الجيش العراقي خرج، كان اول حاجة يخرج من المنظومة، الجيش السوري خرج من المنظومة، الجيش الأردني معاه سلام وده مرتبط باتفاقية سلام فما فيش أي نزاع. الجيش اليمني في اليمن انهار، الجيش اليمني الجيش الليبي في ليبيا انهار. كل الجيوش اللي هي حوالين إسرائيل أو حوالين هذا الكيان خرجت من مين اللي باقي؟ الجيش المصري. الجيش المصري. طيب نتوقف قليلا عند هذه النقطة، لأن لو اتكلمنا عن مصر هنقول إن موقف مصر ثابت منذ سنوات. مصر التي ضحت بالأبناء، مصر التي ضحت من أجل السلام على أرض مصر، وأيضا لوصول الأرض لأصحابها في فلسطين. مصر التي ضحت بالغالي والنفيس من أجل هذا الشعب
والتي تضحي دائما. مصر برضو لديها دلوقتي موقف ثابت في الحفاظ على أرضها، ولكن في نفس الوقت يعني لا للتهجير الفلسطينيين قسرا، لا لقتل الفلسطينيين، عودة الأرض لأصحابها، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين. شوف يا أستاذة أماني، القضية الفلسطينية بالنسبة للشعب المصري هي قضية مركزية ومحورية، وده كلام خلاص بقى في عقيدة الشعب المصري وعقيدة الإدارة المصرية أيا كان توجهها. بالظبط. يعني دي قضية ليه هي واحنا قضية وراء القيادة المصرية في ذلك، بالزبط. وكل فرد في على أرض هذا الوطن وراء القيادة بالزبط. السياسية في ذلك. احنا ليه بنسميها بقى قضية مركزية؟ لأن هي قضية على الحدود. بالظبط. انت عندك حدود شرقية محتاجة يبقى اللي قاعد فيها بينك وبينه سلام، وبينك وبينه معاهدة تحترم. طيب هو أنا لو سبت القضية الفلسطينية لحالها كده، ده معناها أن أنا حطيت الأمن القومي المصري بتاعي في منطقة أمان؟ لا، مش صحيح. سيظل الوضع على الجهة الشرقية أو على الجبهة الشرقية باستمرار المصريين والقيادة السياسية في حالة يقظة دائمة. ما ينفعش المسألة دي تخرج عن اهتمامنا أو تخرج عن عينينا أو تبعد لأسباب كثيرة جدا. احنا من 48 واحنا شايلين القضية، وأظن ان احنا الدولة العربية الوحيدة اللي ليها دور فاعل ومؤثر وحقيقي وعلى الأرض، غير كل بقية الدول العربية فيما عدا بعض المشاركات اللي تمت في معركة 73 وبعض الدعم والمساندة اللي بتتم بين فترة وأخرى. إنما فكرة بقى إن أنا بعد سينا ما خدتها وبعد أرضي ما اكتملت وبقت تحت سيطرتي، أرجع بقى لفكرة الكلام الأولاني اللي كنت بقوله عن الكيان الصهيوني، وفكرة إزاحة كل الفلسطينيين من المنطقة من فلسطين التاريخية وخروجهم بره. ليه؟ لأن هو محتاج يعمل دولة يهودية صرفة. الأزمة ومش كده وبس، ومحتاج كمان ان هو يعمل معبر جديد ينافس به قناة السويس، وهذا المعبر يرد يعني يمر. ما انا هقول لحضرتك هو ليه هم بيقولوا عايزين شمال غزة؟ بالظبط. كلهم يروحوا عند الجنوب. الفكرة الممر المائي اللي عايزين يعملوه من بين من خليج العقبة إلى غزة، هيمر بأراضي غزة. بالظبط. فهو محتاج دي تبقى أرض خالصة ليه يفرض سيطرته عليها، وبالتالي ده من ضمن المشروعات أو اليهود أو الكيان بيحاول يعملها عشان يرتب المنطقة. طيب أنا محتاج أطلعهم بره لأكثر من سبب. الفلسطينيين عددهم بيتزايد، هيجي عليهم لحظة من اللحظات يبقى عددهم أكثر من عدد الصهاينة الموجودين في هذه المنطقة، وبالتالي التركيب الديموغرافي بتاع الدولة هيختلف. وعشان كده كمان دايما يعني هذه الدولة الصهيونية بتحاول دايما انها تبيد هذا الشعب بالزبط. الأعزل. بالظبط كده. طيب الكلام اللي قاله الرئيس سيسي مع شولز اللي هو المستشار الألماني، هو ليه أهمية قصوى؟ لأن المرة الأولى تقريبا إنه يبقى الكلام واضح وصريح، وموقف مصر واضح وصريح ما فيهوش أي لبس، مش محتاج أي كلام. الحدود المصرية خط أحمر، سينا خط أحمر، احنا بنعمل فيها مشروعات دلوقتي بمليارات اتصرفت عليها. بنسبق هذا الكيان الصهيوني ومخططات أمريكا وغيرها، بنسبقها بخطوة وخطوتين عشان نوقف لهم كل المشروعات اللي هم عايزين يعملوها تأثر علينا بشكل مباشر. كويس؟ الكلام الواضح قلنا سينا خط أحمر، تهجير الفلسطينيين معناها تصفية للقضية، وده كلام بيقوله الرئيس السيسي لأنه راجل فاهم الشو بيتعمل ازاي. بالزبط. الكلام بيوصل ازاي، الرسالة لما توصل لهم توصل من غير لبس. طب انتوا عايزين تهجير تجيبوهم هنا عشان ايه؟ عشان يعني تعملوا مناطق آمنة وبعدين بتاخدوهم؟ ده كلام بقى في الأحلام. بالزبط. لأن كل اللي خرجوا من فلسطين ما رجعوش تاني، ومن ضمن العناصر اللي مأزمة القضية فكرة عودة اللاجئين من بره، ودي بيتقال عليها كلام كتير وهي اللي واقفة في القضية. طب دول لو خرجوا هيرجعوا؟ مش ممكن هيرجعوا. فطرح عليهم الحل يعني الحل الذكي. انت محتاج مناطق آمنة وتحطهم لما ترجعهم غزة. طب عندك صحراء النقب، وصحراء النقب لو راحها حتى الفلسطينيين هي أرضهم. كل أرض فلسطين هي أرض الفلسطينيين.
مش ارضهم، مش ارض الكيان الصهيوني يعني. وبالتالي كان الكلام واضح. طيب هو الرئيس لما قال برضو ان احنا دولة كبيرة، كان بيقصد بها ايه؟ ان احنا دولة تم اعادة بنائها خلال 10 سنوات، وبقى عندنا قوة ندافع بيها عن نفسنا وندافع بيها عن حدودنا، ومحدش يجرؤ يفرض علينا اي سيناريو احنا مش موافقين عليه. بالظبط. طيب. وخلينا برضو يعني من خلال كلمات سيادتك يا فندم نرد على الكثير من الادعاءات الفترة السابقة اللي كانت بتسأل ايه فايدة ان احنا نعمر هذه المنطقة، وهذه المنطقة اهميتها بالنسبة لنا. وكان في ادعاءات برضو بتتكلم عن اهمية قناة السويس والشريان الثاني لقناة السويس وكل المشروعات اللي احنا بنشوفها، وتسليح الجيش بقوة في الفترة السابقة. واحنا النهاردة بنقول لهم الرد اهو جالكوا يعني بشكل واضح وصريح. شوف يا أستاذ أماني، الفكرة إن من بداية 2014 الدولة المصرية وهي تعيد بناء قوتها الشاملة اشتغلت على ملفات كان محظور أي إدارة مصرية قبل كده تشتغل عليها. من ضمنها طبعا كله يعني، لأن اللي مش قاري تاريخ ومش فاهم معنى الدولة المصرية يفهم إن سينا ديت هي كانت البوابة اللي بيجي لها أي غزو من بره. نادر لما كان بيجي غزو من الجنوب أو من الغرب أو من أي مكان تاني، إنما هي مستهدفة من المنطقة دي البوابة المستهدفة. فاللي ما يفهمش قيمة سينا ووجودها بالنسبة للأمن القومي المصري يبقى إنسان فاقد الرؤية، مش فاهم يعني، بيقول أي كلام وخلاص. لما عملنا بناء القوى الشاملة وبنينا القوات المسلحة ونوعنا مصادر السلاح، ويمكن ده من ضمن الحاجات اللي عاملة إزعاج لأمريكا والغرب، انتوا ليه بتعملوا كده؟ لأن احنا في الحالة دي احنا ما بناش يعني بس على مستوى متوازي مع إسرائيل من ناحية القوة، لا احنا بقى عندنا تفوق حتى في القوة النوعية بدليل ترتيب جيشنا بالنسبة لإسرائيل وبالنسبة لكل المنطقة الإقليمية. اللي بنعمله في سينا معروف الاستراتيجية، ان انا لما اعمر سينا واعمل فيها شغل واعمل فيها شرايين واعمل فيها محاور والطرق دلوقتي دي بتدافع بيها عن نفسها. لان لما يبقى في ناس موجودة، احنا المصريين فكرة الارض بالنسبة لنا فكرة غريبة جدا. عرض الارض يعني بالظبط كده، يعني الارض والعرض الاثنين مع بعض ما ينفعش. المصريين ما جربوش ابدا ان هم يخرجوا بره يقعدوا في دولة تانية، لا جربوا يبقوا لاجئين ولا جربوا يعيشوا في خيام، ولا كل اللي بيخرجوا بره عشان يشتغلوا كمصدر من مصادر الرزق وسعي للحياة أو سعي مع الحياة. إنما فكرة إن المصريين يبقى عندهم أرض متاخدة ويقعدوا نايمين عليها كلام مش صحيح. دلوقتي حالة الاستنفار الموجودة بين المصريين إيه؟ هي فكرة زي ما قلنا في 30 يونيو لما الخطر قرب من الناس وخبط على الأبواب، الناس طلعت وقالت لا النظام ده لازم يتغير. طب دلوقتي في خطر حقيقي؟ أيوة أكيد. في خطر حقيقي، في خطر لتنفيذ الفكرة اللي بيشتغلوا عليها من 50 أو 60 سنة. أيوة موجود، الخطر موجود وهيظل، بس في فرق بين الخطر يبقى موجود وهيظل وأنا ضعيف، وفرق إن أنا قوي وقعدت بناء نفسي وعندي قوة تخليني أدافع عن نفسي بمنتهى القوة والأمانة والشفافية والشرف. الرئيس قال بالنسبة لحدودنا وبالنسبة للدولة المصرية احنا عندنا القوة. قال الكلام ده في تخريج الدفعات العسكرية مؤخرا، قال احنا عندنا. انما هو ليه بيتكلم عن الشعب المصري؟ لان دي قضية وطن، قضية شعب. الجيش هيعمل اللي عليه وقواتنا المسلحة والقيادة السياسية تعمل اللي عليها بصرف النظر عن اي حاجة. دلوقتي الخطر مقرب مننا وبقى واضح، وبقى في نوع من انواع الفجر في التناول بالنسبة للامريكان وبالنسبة للكيان الصهيوني وبالنسبة لكل الدول الأوروبية. يعني احنا كمان شايفين الدعم الأوروبي والأمريكي الكامل للدولة الصهيونية. رئيس أمريكي يجي عشان يقول أصل أنا بقدم الدعم والمساندة. أنت عندك أسبابك، عندك مشكلة في الانتخابات معاك، عايز الصهاينة وعايز اللوبي الصهيوني في أمريكا يدعمك، دي مشكلتك. إنما تيجي على شعب أعزل مقاوم بالظبط، وكل هذه القوة هي رسائل عايز أقول إن محدش أنا المسيطر. لا، أنت مش مسيطر. في دولة اسمها مصر موجودة في المنطقة خلاص استعادت نفسها وبقت قادرة إنها ترد على أي حد من منطلقات قوتها الشاملة. طيب
ومرة تانية النهاردة يعني الصبح بالمناسبة- وحدودها خط طبعاً. أحمر، حدودها. النهارده بالصبح رئيس وزراء بريطانيا جاي، العالم كله جاي لاسرائيل الاول وبعدين يلف في المنطقه. يا استاذه انا تفسيري الشخصي لفكره ضرب مستشفى المعمداني قبل زياره بايدن للمنطقه هو ضرب مستهدف. ليه؟ كان بايدن بعد ما يخلص زيارته لاسرائيل في ال5 ساعات اللي هيقعدهم هيروح يعمل اجتماع مع ابو مازن ومع الملك عبد الله ومع الرئيس السيسي، اجتماع رباعي في عمان. طيب هو كان الاجتماع الرباعي ده هم هؤلاء القاده هيقدموا له فروض الولاء والطاعه؟ بالعكس، كانوا هيحطوه في موقف محرج ويحطوه قدام مسؤوليته التاريخيه. طب اليهود او الصهاينه قلقانين من النقطه ديت، لان انت عارف الرئيس بايدن كلمه بتوديه وكلمه بتجيبه على فكره. يعني بيسمع كلمه ويقول لك اصل انا سمعت كذا، وبعدين يرجع بعد 5 دقائق يقول لا انا اصل هم قالوا لي. كويس؟ وده ظهر طبعا ظهر في الكلام اللي قاله اول ما قال اصل الطرف الثاني هو اللي ضرب، واصل بناء على الكلام اللي اتصدر له، وبرده الكلام اللي صدر عنه من قبل عن قتل الاطفال. بالظبط كده. وبالتالي كان لازم تحصل حاجه تخلي الاجتماع ده ما يتمش. ده تفسيري الشخصي. تعملها اسرائيل عشان بالتاكيد هيتاخد موقف من القاده اللي رايحين يقابلوا واحد بيدعم نظام ايديه ملوثه بالدماء بقتل اطفال، فما يتمش الاجتماع. ده بقتل اطفال وابرياء وسيدات ويعني وشعب اعزل ومحاوله يعني فناء شعب كامل ويعني بإبادة بكل حتى الأسلحة الممنوعة دوليا. طب احنا مع بعض دلوقتي هنستكمل أحاديثنا عن القضية من خلال منشطات الصحف. هنبتدي بجريدة الأهرام: لا لتهجير الفلسطينيين، لا لتصفية القضية لاستهداف المدنيين. ده طبعا من خلال كلمة السيد الرئيس، والحقيقة الأهرام حطها كمنشط: لا لتهجير الفلسطينيين، لا لتصفية القضية لاستهداف المدنيين. نزوح أهالي غزة إلى سيناء يهدد بتحويل مصر إلى ساحة لمواجهة عسكرية مع إسرائيل. شوفي، طول عمر مصر لما بتحب تدافع عن نفسها بتخرج بره حدودها. بالظبط. كويس كده؟ من أيام الفراعنة، معركة قادش وغيره وغيره وغيره، والصليبيين والتتار وكل الكلام ده، احنا بنخرج بره حدود أمننا القومي عشان ندافع عن حدودنا المصرية. هي إسرائيل عايزة تعمل كده، يعني عايزة توسع حدودها وتاخد أكبر مساحة عشان لما تخش في نزاع يبقى النزاع على الأراضي المصرية. لا، هم بيحلموا لسبب بسيط جدا، إن الأرض ديت سينا بالتحديد ديت أو حدودنا هي دونها الموت بدون انفصال. المصريين في الحالة ديت بينسوا أي حاجة، ينسوا أي ضغط اقتصادي وينسوا أي ظروف معيشية. ليه؟ أنت داخلة في معركة وجود مش معركة أراضي. الأراضي إسرائيل مش محتاجة كل الأراضي دي، إنما هي محتاجة زي ما قلت لحضرتك تعيش في الطوق الآمن، محدش يضايقها. مش كده وبس، احنا اللي دفعناه في أرض سينا غالي. احنا اللي دفعنا دماء أبنائنا في أرض سينا لسنوات وسنوات بالتأكيد للحفاظ على هذه الأرض. بالتأكيد. فكل الكلام اللي بيتقال، الرسائل اللي قالها الرئيس في القضية ديت هي واضحة وضوح الشمس. بقية الدول بتعمل إيه؟ أو المساندين بيعملوا، بيتكلموا عن دخول المساعدات ودخول ده، ودي بالنسبة لنا أولوية، لأن احنا المكان الوحيد اللي بتدخل منه المساعدات. كل دول العالم دلوقتي لسه روسيا بعت مساعدات وغيرها وغيرها، كل الدول، والصين دخلت على الخط، فكل الدول بتبعت. واحد دي على فكرة مسؤولية كبيرة بالظبط. كل المساعدات تيجي عندنا واحنا اللي ندخلها، دي مسؤولية مش سهلة. وخصوصا ان مصر يعني حربت من اجل دخول هذه المساعدات ايضا. يعني كان الكيان الصهيوني مانع حتى وصول هذه المساعدات الى هناك، وهو اللي حاول اغلاق معبر رفح، رغم ان هذا المعبر مفتوح من الجهه المصريه. صحيح. ومصر هي اللي نادت بقيام بدخول المساعدات الى هذا المعبر، وكانت اول الدول اللي بعت بالفعل المساعدات الى المعبر لدخول هو اخر كلام هيدخلوا 20 شاحنه بكره ان شاء الله يوم الجمعه. انما اظن ان فكره كل المنظمات الامميه دلوقتي بعد ما فهمت وفاقت على حقيقه كذب الكيان الصهيوني وكذب حتى الامريكان في تصدير الصوره، وكل قادتهم اللي جم المنطقه كذبوا كذب يعني بين على اساس ان ديت قضيه مصر هي اللي منعه وهي اللي بتحاصر وهي اللي بتجوع، وده كلام غير صحيح. اتفاقيه المعابر
إسرائيل عندها سيطرة على معبر رفح مع حركة حماس، فالمشكلة مش من عندنا، إنما المشكلة إن إحنا هندخل مساعدات، هتدخل مساعدات، هنضغط بقوة على أساس إن كل الشاحنات دي تخش، هنعمل الكلام ده لأن في ومصر بالفعل ضغطت بقوة، والسيد الرئيس وقف وقال صحيح. لن تدخل المساعدات أو لن يخرج أحد من الأرض في غزة إلا بدخول المساعدات، وده كان شرط لخروج أي من آخر كلام قاله الرئيس إيه؟ الأجانب من غزة. هتصعدوا؟ هنصعد. فده رسالة واضحة، رسالة واضحة إن أنت بقى لو صعدت أي خطوة أنا أقدر أصعد 10 خطوات، وأنا في إيدي القدرة إن أنا أعمل كده. شوف خدي بالك، مجلس الأمن فشل إنه يعمل حتى مجرد إدانة للعدوان الإسرائيلي، وده معناه إيه؟ معناه إن إحنا قدام الأزمة اللي إحنا عايشين فيها ديت، وقت ما تهدى الأمور ويبان لها شكل، محتاجين نعمل إعادة بقى قراءة لمجموعة من الأسباب. أهم حاجة فيها إن المنطقة العربية أو المجموعة العربية ترجع تفكر بعقل جمع واحد، بالصبت. يعني يبقى قرارها قرار واحد. السلطة الفلسطينية مع حركات المقاومة عليهم أهمية، يعني ضرورة قصوى إنهم لازم يرجعوا يبقوا كتلة واحدة ويبقوا قرار واحد. احنا عايزين نتعلم من اللي بيحصل ده. بعد ما تحصل المسألة احنا قدامنا فرصة كويسة قوي، بعد ما نظرة العالم بتتغير والمجازر ديت بيشوفوها بشكل حقيقي، وشايفين الوقفات الاحتجاجية بالزبط. من شعوب العالم، يعني مهما حاول القضاء انهم يخفوا، ولكن الشعوب ترى ما يحدث من مجازر على أرض فلسطين، يعني هناك يعني العالم كله يعترض على ما يحدث على أرض فلسطين. هي بتسبب نوع من أنواع الضغط المعنوي، إنما الضغط اللي ليه علاقة باستخدام أوراقك هو ده المهم. العرب عندهم أوراق قوية جدا يقدروا يستخدموها، المجتمع المساند للقضية الفلسطينية ولحركتنا يقدر يساند. مطلوب ان احنا ناخد موقف بقى، والعالم ياخد موقف في تغيير المنظمة الأممية ومجلس الأمن، وفكرة الفيتو اللي كل الدول بتلعب بيه لحسابها. مفيش قضية عربية أو إدانة لإسرائيل أو أي قضية ليها مصلحة بالمنطقة العربية إلا لما بيحصل عليها فيتو. الكلام ده لازم يعاد توسيع العضوية الدائمة في مجلس الأمن عشان يبقى في شراكة عالمية، لأن العالم بيتغير. هي ديت الدروس اللي احنا لازم نستفيد منها، ولازم نستفيد كمان من درس مهم جدا، أهمية الإعلام بكل طبعًا. صوره. طبعًا. احنا شفنا استغلال هذا الكيان للإعلام بشكل كبير جدا، غير نظرة العالم للقضية يعني 180 درجة. فيعني احنا عايزين نقول ان الإعلام مهم جدا، هو الإعلام نحذر شبابنا مليون مرة من هذا السلاح أن يستخدم ضدهم. حرب الإشاعات اللي مستمرة علينا دايما، حرب المحاولات دايما موجودة على المصريين من انهم تحسسهم بالدونية وتحسسهم انهم اقل من غيرهم او انهم صحيح. عايشين مأساة. لا بالعكس، صحيح. احنا ممكن نكون اقوى من كده بكتير ونقف قدام هذه الحرب بقوة. الاعلام بص يعني الاعلام بقى سلاح مهم بالزبط. جدا في معارك الجيل الرابع والخامس. بالظبط. حاجة تانية السوشيال ميديا ايضا، بس لازم نفهم رسالة واضحة. اللي حصل في الأزمة الأخرانية ديت كشف هذا العالم الكاذب اللي بيدعي فكرة الديمقراطية وحرية الرأي، بدليل أن كل التعليقات اللي بتتم على السوشيال ميديا ضد إسرائيل بيتم حذفها، بدليل أن هم بياخدوا مواقف يعني تجاه الشعب الفلسطيني بيمشوها في سكتهم، بدليل أن فرنسا منعت المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، ودي دولة الحرية والديمقراطية. كل هؤلاء خلينا نرجع تاني، واعيين في تضليل كبير قوي لازم نفوق منه، ولازم نكون قده ونقدر ان احنا نرد بيه. نرجع تاني لاهم المانشيتات. فتح معبر رفح لادخال المساعدات الانسانيه الى غزه. بايدن يشكر السيسي على الجهود المصريه لتحقيق الاستقرار في المنطقه. من كل دول العالم، كل القادة بيشكروا السيد الرئيس على موقفه الداعم للقضية ودوره الكبير جدا في وصول المساعدات إلى غزة. شوف السياسة الخارجية المصرية قامت على فكرة ان احنا بنتعامل مع الناس بشرف، والشرف يعني ان انا ما عنديش حاجة اخبيها ولا عندي حاجة اكذب فيها. انا بقول موقفي الثابت بوضوح. احنا دولة داعية للسلام
بتحافظ على حدودها وبتحافظ على قضيتها المحورية اللي هي القضية الفلسطينية. واتقال مليون مرة ان المنطقة لن تستقر، لا المنطقة العربية ولا الإقليم كله ولا العالم، إلا إذا تم حل القضية الفلسطينية على أساس بشكل عادل الأرض مقابل السلام بالظبط. وبشكل عادل لحقوق الشعب الفلسطيني. ننتقل إلى المانشيت الثالث برضو في جريدة الأهرام. حملات إعلان الحداد العام 3 أيام، وده كان مصر من أوائل الدول اللي أعلنت الحداد تضامنا مع الشعب الفلسطيني وما يحدث على أرض فلسطين من مجازر، لأن احنا زي ما بنقول كده يعني احنا بنعتبرهم الأشقاء دائما، وكنا دايما واقفين لهم يعني بشكل كبير. ويعني عمر مصر ما يعني هتقف ضد أشقائها. مصر دائما مع الأشقاء في كل موقف، وما فيش موقف إلا ما كانت مصر الداعمة. شفنا في ليبيا أول ما حصل الفيضان في ليبيا مصر كانت أول الدول. طبعا. شفنا في كل دولة عربية مصر بتكون أول الدول اللي بتقف للمساعدة والمساعدة. شوفي لو حتى لو ما تمش حتى الإعلان بشكل رسمي عن حداد، الشعب المصري أساسا حاسس بالحداد، حاسس بالحداد يعني. وعايز أوجه رسالة يعني تضامن للشعب الفلسطيني البطل اللي واقف. خلي بالك بتشوفي على التلفزيون مشاهد واحد أسرته كلها بتموت ومع ذلك بيجري عشان ينقذ واحد، وكأن المسألة الشعب الفلسطيني شعب مقاومة بشكل حقيقي، عنده إرادة إنه يبقى جذوره في الأرض. عشان كده ده حقه ودي أرضه، يعني خلينا نقول إن ده حقه ودي أرضه، من حقه إنه يدافع عنها بالتأكيد يعني كل واحد من حقه إنه يدافع عن أرضه. وبصراحة يعني إحنا بندعمهم لأن فعلا يستحقوا الدعم. شعب أعزل بيقاوم قوة كبيرة جدا، مش بس القوة يعني الإسرائيلية، لا ده كمان الدعم العالمي لهذه القوة بالأسلحة وبالذخائر. ضد مين؟ بس يعني أنا عايز أقول رسالة في الآخر. كل اللي بيحصل في الآخر لما توصلي للنتيجة، المستهدف هو هذا البلد، بلدنا. هو ده المستهدف، وده اللي عينهم، ودي اللي بيسموها الجائزة الكبرى في كل حاجة. اللي يملك مصر يملك قلب العالم، ومن يملك قلب العالم يملك العالم كله. احنا في وضع زي ما كنت بقول أكتر من مرة إن مصر في طوق النار دائما، واللي في طوق النار لازم تبقى منتبهة، وشعبها منتبه وقادر على التحدي وقادر على التصدي وقادر إن هو ساعة لما يحس بالخطر يقوم من غير ما حد يقول له قوم. ده مش كده بس يعني ويجب أن نكون في رباط دائما. طبعا يعني طبعا. يعني وقفنا إيد واحدة ورا القيادة السياسية، ده مهم جدا. واحنا كل يوم بنتأكد ان كل قرار يعني كان قرار صحيح وفي الوقت المناسب، وفعلا كان يهدف الى مصلحة هذا الشعب. هنرجع تاني ونتكلم على موقف القيادة المصرية لإسكات الادعاءات المختلفة من خلال موقف مصر الثابت بأن أمن مصر خط أحمر ولا تهاون في حمايته. هنستكمل حديثنا عن هذه النقطة بالتحديد ونقول قد إيه دور القيادة السياسية في حماية الشعب المصري وأمن مصر وخطوط وحدود مصر هي خط أحمر دائم. شوف حضرتك، فكرة الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي فكرة اتقالت من بعد أحداث يناير. ليه؟ لأن أنت العدو اللي أنت بتواجهيه عدو عنده رؤية شاملة للمنطقة، عايز يغيرها، يغير جغرافيتها، وعنده مخطط من سنوات بالظبط بيحاول ينفذه بشتى الطرق. كان الرئيس من البداية بيتكلم عن فكرة الدولة الوطنية، وده كان مصطلح جديد. المسألة مش محتاجة تبقى يعني منفتحة، لا، الدولة الوطنية ده شيء مهم. ولو كل قيادة في دولة حافظت على حدودها وعلى دولتها الوطنية، المنطقة ممكن تستقر. وبالتالي فكرة بقى الأمن القومي زي ما كنت بقول لحضرتك من شوية، احنا لما بنحس بالخطر بنطلع نواجهه بره. فعشان اطلع واجهه بره لازم المنطقة اللي حواليا تبقى مؤمنة. وعشان كده كان التواصل مع كافة المستويات الإقليمية والدولية من أجل تهدئة الأوضاع ووقف العقاب الجماعي، الخطر وتقديم المساعدات الإنسانية. الخطر هيبقى في فكرة ان الصراع يوسع. لو الصراع وسع وبقت منطقة كلها، الإقليم كله بقى مشتعل،
احنا هيبقى عندنا مشكلة في المنطقة اساسا، وهتبقى الظروف اصعب من دلوقتي. ولذلك الرئيس لما بيحذر عن فكرة الامن القومي المصري خط احمر، سيرة الجفرة خط احمر. ومن ساعة لما قال الخطوط الحمراء ديت الرئيس السيسي ما حدش قرب بالمناسبة، رغم اللي حصل في ليبيا كله الخط ده واضح. دلوقتي الحدود المصرية الشرقية اللي قواتنا وصلت لآخر نقطة عليها بقت خط أحمر. اللي هيعدي خلاص بقى، اللي عايز يجرب، اللي عايز يقرب يجرب، أو زي ما بيقولوا يعني. فهي المسألة بالنسبة لنا فكرة الأمن القومي المصري فكرة عقيدة. لازم يبقى اللي حواليا نطاق آمن. إذا كان العدو المغتصب بيبحث عن دول الطوق النظيف، أنا كمصر مش محتاج أأمن حدودي. الأمن القومي بتاعي جنوبا السودان، ليبيا، الشرق، حتى الشمال. احنا ناسيين على فكرة الحدود الشمالية والغاز والبحر المتوسط. البحر المتوسط دلوقتي منطقة ممكن في أي لحظة من اللحظات تشتعل بالزبط. وإذا اشتعلت المنطقة ديت كل ثرواتك الاقتصادية ده هيتعطل، وكل مشاريعك هتتعطل. احنا مش دولة بتدعو للحرب، هي دولة بتدعو للسلام، بس السلام من منطلق القوة. ان انا راجل قوي مانيش ضعيف، ان انا دولة قوية، عندي جيش قوي، عندي جيش مصنف، عندي إرادة شعبية وقت الخطر بتبقى كلها كتلة واحدة، رغم كل الادعاءات والحاجات الخايبة اللي بيطلعها الكارهين لهذا الوطن. إنما الكتلة الأعظم مع الكتلة الصلبة اللي هي القوات المسلحة هي ديت عماد الدولة المصرية اللي تقدر تواجه أي دولة وأي حد وفي أي وقت. وإحنا عندنا قدرة إن إحنا نصبر. إحنا عايشين في حروب على فكرة على طول، وعايشين في خطر دائم على طول. احنا من 48 ويمكن قبلها يعني طول، يعني لو بصينا لكل الحقب الزمنيه السابقه كمان كانت مصر دائما هي المحور بالظبط. يعني اللي قضى على التتار مصر، واللي قضى يعني من ايام الفراعنه ومصر بتحارب من اجل فاحنا في حاله خطر مستمر ومفيش هو ده اللي عايزين نقوله لشبابنا من غير حرب بالظبط. وبالتالي احنا دولة الجيش بتاعها لازم يبقى باستمرار في حالة قوة. إسرائيل على فكرة ولا الكيان الصهيوني ده في المعركة ديت هيخسر مش هيكسب. بعد شوية هيخسر تعاطف العالم. نمرة 2 هو لا يحتمل انه يبقى في حالة حرب شهر ولا 2 ولا 3. هما بيعتمدوا دايما على فكرة الحرب الضربة الخاطفة. انما دلوقتي الدخول اللي هيحصل ده، واتمنى ان تبقى ديت نهاية للغطرسة الإسرائيلية بعد احنا ما كسرناها في 73. هو ما عندوش قدرة لأنه جامع الاحتياطي، والاحتياطي ده كله عامل الاقتصاد بيتعطل. فكرة الخوف بتسيطر عليهم. احنا عندنا ما فيش حد بينزل ملاجئ، احنا مش عاملين ملاجئ على فكرة. حتى في أيام 67 و3 ما كانش عندنا ملاجئ، كنا على وش الأرض. هم هناك عندهم نص حياتهم دلوقتي ملاجئ، وبالتالي هم مش هيستحملوا هذا الضغط النفسي والعصبي. وبعدين هيكتشفوا في الآخر ان العالم اللي واقف جنبهم انتوا بتعملوا ايه؟ بتذبحوا في شعب أعزل ليه؟ القضية لازم تتحط. وانت يعني هي إبادة. يعني لما نشوف ضرب لمستشفى ميداني، لما نشوف ضرب للأونروال، مدارس الأونروال، صحيح. لما نشوف ضرب بعد المستشفى ضرب المدرسة بتاعت الأونروال، لما نشوف ضرب للمدنيين العزل في كل مكان. صحيح. يعني الحقيقة نقول قد ايه يعني هذا الشعب يستحق ان احنا نقف معاه. احنا عندنا يوم السبت مؤتمر دولي للسلام ان شاء الله اللي دعا عليه الرئيس السيسي، مش عشان بس وقف الضرب ولا المساعدات، لا، الهدف منه هو وضع القضية تاني على طاولة المباحثات، ويبقى من ضمن الأولويات اللي هتبقى موجودة. أتمنى أن المؤتمر، مخرجات المؤتمر، وأن الناس اللي تيجي تبقى ناس على مستوى رؤساء الدول وقادتها، وما يبقاش فيه أي تخلف لأي دولة عربية تبقى موجودة في المؤتمر، لأن ده مؤتمر يهمنا بالدرجة الأولى، ولازم نطلع منه بمخرجات تقف قدام العالم تحاول تغير نظرته، وإلا يبقى احنا بنتكلم كلام مجرد كلام. احنا محتاجين رد فعل ليه تأثير على الأرض إن شاء الله. واحنا نملك هذا التأثير بكل الأوراق اللي معانا، وكل اللحظة التاريخية اللي جمع كل العرب وكل الشعوب العربية وشعوب العالم أيضا. ويجب دائما أن نجتمع على قلب رجل واحد، وسواء مصريين أو عرب،
لان هو ده دورنا، وهو ده اللي ممكن يدينا بالظبط. القوه دايما بالظبط. في وجه اي عدو يتربص بينا. كل الشكر والتقدير للكاتب شكرا. الصحفي الكبير محمد يوسف العزيزي على وجوده شكرا. معنا النهارده شكرا وعلى جزيلا. كلماته من خلال البرنامج. بشكرك شكرا شكرا جزيلا. شكرا برجع جزيلا. تاني لأحبائنا المشاهدين، تعالوا مع بعض تشوف تقرير عن الغذاء الصحي للأطفال. وبالمناسبة عايزين نقول قد إيه إن الدولة المصرية بتقف يعني من أجل مواطنيها، وشايفين المبادرة من أجل تخفيض الأسعار على كافة المنتجات. وطبعا تعالوا نشوف هذا بقى التقرير عن الأكل الصحي للأطفال، وخصوصا إن احنا في بداية العام الدراسي وعايزين أطفالنا يبقوا في أقوى حالاتهم، والحالة الذهنية كمان ديهم تبقى قوية جدا. تعالوا نشوف التقرير وبعد كده نستكمل فقراتنا من خلال برنامجنا صباح القاهرة.